تخيل معايا كده. انا دلوقتي فلاح فقير وبفحر في الارض بتاعتي عشان ازرعها. لقيت حتة اثار وعاوز ابيعها، وفعلا لقيت واحد يشتريها وبعتها ب100 مليون جنيه. انا كده بقى معايا 100 مليون جنيه وبقيت مليونير يا ابو حميد. بس ما تفرحش قوي كده، هنا بقى يأتي الخازوق. مش هينفع يبان عليا الغنى فجأة، عشان وقتها الحكومة هتقولك انت جبت الفلوس دي منين، وانا ماليش عم في البرازيل مات وانا ورثته. طيب اعمل ايه؟ هنا بقى في واحد قريبي بيطلع لايفات على التيك توك بينصحني ان انا اروح لوكالة. بتعمل ايه الوكالة ديت؟ بتغسل اموال. انا كفلاح بقى ومعرفش حاجة، افتكرت غسيل الاموال ديت اللي هي تاخد الفلوس في يومين. فصاحبي بقى يقعد يضحك عليا ويقول لي لا مش اللي في دماغك ده، ويقول لي انت ببساطة هتروح الوكالة ديت وتديهم الفلوس بتاعتك، وهي هترجعها لك وليها مصدر شرعي، بس هيخصموا منهم نسبتهم. ووقتها لما حد يقولك انت جبت الفلوس منين، هتقوله المصدر وانت مستريح وحاطط رجل على رجل كمان ومعاك ورق الإثبات. ويبقى معاك 60 مليون جنيه شرعي، ولا يبقى معاك 100 مليون وتتحبس بيهم. المهم انا كفلاح اقتنعت ورحت لشركة من الشركات ديت واديتهم فلوسي ومضيت معاهم عقد شراكة ان شريك في الشركة بتاعتهم بنسبة 60%، وكمان شهر هيرجعولي النسبة. الوكالة ديت بقى ليها 3 وظايف. الوظيفة الأولى هي صناعة المشاهير بتوع تحت بير السلم عن طريق الترند، إنهم يتفقوا مع حد يعمل حاجة معينة وينزلوا فيديو بالحاجة ديت عشان يشهروا الراجل ده، وبعد ما ينزلوا الفيديو يعلوا في الفيديو ده عشان يجيب مشاهدات كتير أيا كانت الحاجة ديت. المرحلة التانية إنهم يمضوا عقد شراكة إن هو يطلع لايف بمعدل 8 ساعات في اليوم، والهدايا اللي هتترمى عليه هياخد نسبة منهم 10%، والباقي هيروح للوكالة المقابل ان هو هيدخل مبلغ محترم كل شهر. عرض مغري صح؟ المرحلة التالتة بقى انهم يعملوا حسابات خلايجة كتير، وهتخش على الحسابات ديت اللي هتلاقي ليهم صورة ولا عنوان ولا اسم، اي اسم خليجي وخلاص. المهم الحسابات ديت مهمتها انهم يدخلوا اللايف كداعمين ويرموا بقى سود وصقور وحيتان وأي حاجة، وأنت آخرك تقول كبسوا كبسوا، لغاية ما في آخر الشفت بتاعك تلاقي داخلك مثلا 200 ألف. أنت ليك فيهم 20 ألف والباقي للوكالة. تقوم الشركة بقى تجمع الفلوس اللي رمتها على المشاهير ديت طول الشهر، يطلعوا 90 مليون، ناقصين ال10% بتوع اللايفات، وياخدوا نسبتهم منهم ويرجعوا للفلاح فلوسه اللي هم بقوا 60 مليون اللي بقى ليهم مصدر، ومصدرهم هدايا الخلايجة على التيك توك. فلما حد يجي يسأله يقول له انت جبت الفلوس دي منين، يقول له انا شريك في وكالة تسويق على التيك توك ودي ارباح الشهر بتاعي. وبكده بقى انت كسبان وهم كسبانين، والمشهور حقق غرضه وبقى ليه دخل ثابت، وبيجي ليه اعلانات وبيسافر الامارات والسعودية والناس بتتكلم عنه، وتم غسيل الاموال بنجاح. واصرف بقى يا معلم، اشتري عربية، ابن قصر، ابن بيت. ايه رأيكم بقى في القصة ديت؟